ما سألتش نفسك ليه نادي الزمالك النادي الوحيد في مصر اللي عنده مشاكل وعنده ايقافات قيد وعليه قضايا؟ انت كمشاهد يا معلم ما سألتش نفسك خالص؟ يعني ما جيتش كده قعدت مع نفسك قلت هو الزمالك ليه بيجي له ايقاف قيد؟ ليه بيترفع عليه قضايا؟ لان ببساطة شديدة اكبر نادي في افريقيا. من ناحية ايه؟ من ناحية الشهرة والاهمية. لان الزمالك اللعيبه اللي بيجيبها ما بتبقاش معروفه، بتيجي عند الزمالك نلعب مش عارف اخلي ايه، هوب اللاعب اتشهر، انا عاوز فلوس، انا عاوز ارفع العقد بتاعي، اصلا انا العقد مش عاجبني، اصلا انا مش عارف ايه، هوب النادي ما يديلهوش فلوس، اللاعب ياخد نفسه ويخلع. الكلام ده احنا ما بنسمحوش ولا بنشوفه. احنا بنشوف لاعب جه الزمالك جابه على 5 قروش، لا اللاعب بعد كده بيطمع. ده غير الشهرة اللي بياخدها، ده غير الإقبال الشديد اللي بيبقى عليه بمجرد دخوله لنادي الزمالك. الفكرة إن الزمالك مدرسة كبيرة، المدرسة الكبيرة دي فيها مشاكل بسبب إن اللي موجودين فيها لما بيدخلوا بيطمعوا من ناحية ايه؟ طيب الزمالك زي ما قلنا محتاج، انا قلت في فيديو قبل كده، $1,000,000 لمدربين اجانب. المدربين الاجانب، هل الزمالك يا باشا كده قال لي يلا شوفوا انتوا رايحين فين؟ طلعت في دماغ الزمالك كده يمشوهم مره واحده؟ لا يا حبيب قلبي ركز معايا. الزمالك $1,000,000 اللي عليه دولت مشى المدربين لانهم كانوا هيجيبوا النادي ورا، كانوا هيرجعوا النادي 20 سنه ورا، كانوا هيجيبوا النادي الارض. فالزمالك اضطر غصب عنه ومجلس الاداره يمشي المدربين، اتدين عشان الجمهور وعشان الفريق ما يوقعش. اللي مخلي الزمالك في المركز الرابع حاليا وواقف في الدوري المصري انه ماشي صح. مدرب مصري كابتن احمد عبد الرؤوف بس ماشي صح. فقال لنا من وجهة نظري الزمالك اكبر نادي في مصر واكتر نادي عنده مشاكل، ومش هقول لك مظلوم ابقى كذاب، بس الظروف حاكمه عليه بكده. الظروف حاكمه على نادي الزمالك انه يبقى مديون، الدنيا مش متظبطه عنده، ايقافات قيد، قضايا مش عارف ايه. ما هو الحته اللي زي دي ما بتبقاش يعني في ايد الاداره. يعني احنا لو نبص في ادارات الانديه الاخرى الاقي الاداره ماشيه صح والدنيا صح والدنيا حلوه. طيب ليه؟ لان في دخل. طالما في فلوس اعمل اللي انت عاوزه. جيب مدرب تمشيه هديك فلوسك، جبت لاعب ما عجبنيش مشيته هديك فلوسك، هنهي عقدك بدري بدري وهديك فلوسك يا باشا، والشرط الجزائي $1,000,000 هديهم لك. فبالتالي لا مشاكل عند الانديه الاخرى ولا ايقافات قيد بسبب الفلوس اللي داخله. مشكلة الزمالك كلها الفلوس. الزمالك لو عنده فلوس صدقني ما في نادي في الدنيا كلها هيبقى زي الزمالك. من وجهة نظري الزمالك لو عنده فلوس هيبقى اكبر نادي في العالم. ودي مش مجاملة مني ولا يعني ايه تعبير مني عاوز اقوله للناس عشان الناس تعمل لي لايك وتشير، لا ده حقيقة. الزمالك لو عنده فلوس انا بقول لك مش بعيد يجيب كريستيانو ينهي تاريخه الكروي ومسيرته في نادي الزمالك، يجيب ميسي ينهي في نادي الزمالك، يجيب نيمار، يجيب اللعيبه دي تنهي في نادي الزمالك لو في فلوس. الزمالك عنده القدره انه يعمل كده. طب القدره من ناحيه ايه؟ من ناحيه الاهميه والشهره، لان الزمالك عنده شهره كبيره جدا 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 كمان. فبالتالي شهره واهميه من غير فلوس يبقى ايقافات قيد وقواضي. فالزمالك الحاجة الوحيدة اللي هتخليه أفضل نادي زي ما قلنا في أول الفيديو وأكبر نادي في الدنيا كلها يخش له فلوس. محتاج مجلس إدارة. المجلس اللي داخل مش هقول لك المجلس الحالي وحش، لا والله بالعكس أنا شايفه إنه كويس، بس المجلس متكتف مستني الشركة الراعية تديله، شركة بتتأخر عليه في الدفع عشان يدي للعيبة. ما انت ما تفكرش الزمالك ده الأندية دي بتلعب كده. التيشيرت اللي اللاعب بيلبسه بيبقى عليه رقم، بيبقى عليه اعلان لشركه راعيه بقى، اي كانت الشركه اتصالات، فودافون، اي كانت الشركه، شركه بسكوت زي الزمالك كان متعاقد معاها، شركه مشروبات، الشركه دي بتدي للنادي مبلغ كبير جدا كل موسم غير التيشيرتات. المبلغ ده الزمالك بايه بقى؟ مع البطولات ومع مش عارف ايه، دخله كسب بطوله دخله مبلغ محترم، خد من الشركه الراعيه مبلغ محترم. السنه دي في تعثر،
تعثر كبير من ناحيه الشركه الراعيه، اتاخرت، طب احنا غيرنا الشركه، طب مش عارف ايه. ادي ازمه الزمالك كلها في الفلوس. لايك وشير الفيديو والسلام عليكم.